صراحة FM 88.6. يا مساء النور والخير والفرحة والسعادة، يا مساء الحكايات والعبار المزيانة. يحكيو على فيل أبيض وصغير طاح في فخ الصيادين في إفريقيا، اللي باعوه في الأسواق لراجل غني برشا عنده حديقة حيوانات متكاملة. أول ما خذاه مالك الفيل الجديد هزوا للحديقة متاعو وسماه نيلسون، عطاه للعمال اللي بدورهم. أول ما خذاوه هزوه، ربطوا ساقيه بسلاسل حديد وحطوا في آخر السلسلة كورة كبيرة مصنوعة زادة من الحديد القوي والخشين. أكل الفيل الصغير ياسر حس بالإهانة وتغشش برشا من المعاملة القاسية اللي عاملوه بها، وعزم إنه يهرب ويحرر روحه من هالأسر اللي تحط فيه. ولكن النتيجة ما كانتش كيف ما يحب. كل ما حاول يتحرك ويشد السلسلة اللي معمولة من الحديد يتوجع برشا. قعد كل يوم يحاول شوية يتعب ويرقد، وهكيكا كل نهار، للي بعد المحاولات الكثيرة وكثرة الوجيعة اللي يحسها كل مرة يتقوى على روحه أيس وبطل المحاولة وقطع الأمل. وهكا المالك الغني اللي شراه يتسمى برمج الفيل كيف ما حب واشتهاه. في ليلة من الليالي وقت اللي الفيل كان راقد، مشى المالك الغني مع عماله للحديقة وبدل له الكورة الحديدية الكبيرة اللي كانت مكبلت له ساقيه بكورة صغيرة مصنوعة من الخشب. وكان هاللي قاموا بيه فرصة للفيل باش يهرب في الغابة ويوصل للي يحب عليه. ولكن اللي صار هو العكس تماما، خاطر الفيل تبرمج على انه محاولاته الكل اللي باش يعملهم باش يفشلوا، وما هو باش يجي منهم كان الوجيعة والقلق. بالطبيعة الملك الغني يعرف مليح قداش هالفيل اللي شراه قوي، ويعرف زادة اللي يحقق نجاح كبير كيعرف كيفاش يبرمجه. نهار من نهارات في وقت الزيارة تعدى طفل صغير مع أمه وشاف الفيل بحذاه مولاه. تعجب الطفل كي راهم ومشى للملك الغني وقال له: عمي، نجم تفسر لي كيفاش فيل قوي ما يحاولش يهرب ويخلص روحه من الأسر بما أنه مربوط كان بكورة خفيفة من الخشب؟ الغابة كبيرة، ينجم يمشي ويجري ويتحرر. الملك الغني جاوبه وقال له: ولدي، بالطبيعة أنت تعرف اللي الفيل نيلسون قوي برشا وينجم يمنع روحه في أي وقت، وأنا زاد نعرف هذا، لكن الأهم هو أنه هو ما يعرفش هذا وما عندوش حتى فكرة على قدراته الذاتية. العبرة من خرافة حلقتنا اليوم إنه معظم الناس يتبرمجوا من اللي صغار على عادات وتصرفات بطريقة معينة، معناها استانسوا يحسوا أحاسيس معينة في أوقات معينة، تعودوا يعيشوا في حياتهم بنفس التصرفات اللي تبرمجوا ولا برمجوهم عليهم من اللي صغار، كيف ما الفيل نيلسون بالضبط، اللي في الحقيقة ما كانش مجدود بسلسلة من الخشب اللي فيه ساعة تتكسر، أما كان مجدود بقيد آخر ما أكبر وأخطر، وهو قيد البرمجة السلبية والقناعات الراسخة في مخه متاع الفشل والعجز، كيف ما برشا ناس اللي تقيدهم زادة أفكارهم وتفقدهم ثقتهم في رواحهم وتخليهم ما ينجحوش ويسلموا في ساعة ويتحسبوا على الناس الفاشلة خاطرهم سلموا على بكري. لازم كلنا نعرفوا اللي انتي وانا وكل إنسان في الدنيا هذه زيادة نهدموا كلنا أي برمجة سلبية موجودة في مخاخنا ببرمجة أخرى إيجابية تخلينا نجموا نعيشوا في سعادة وراحة واطمئنان ونجاح، وتخلي أكيد دنيتنا جنة. التغيير يبدأ كي نبدلوا أفكارنا وقناعاتنا وننقصوا من العادات السيئة اللي تقيدنا وتكبلنا. وتو ما بقى لي كان نحييكم ونتمنى لكم الخير والفرحة والسعادة والرزق الكبير، وإن شاء الله دنيتكم ودنيتنا ديما جنة. صراحة FM 88.6.